انا بناشد كل الناس اللي بتعمل دايت واقول لهم يا جماعه فتره الصيف هي انسب وقت للتخسيس وانسب وقت نزول الوزن. يا جماعه لازم نخس في الصيف، يا جماعه الصيف هو احسن وقت علشان نخس فيه. الصيف فيه فوائد عظيمه جدا للتخسيس، وفيه ادوات نقدر نستخدمها علشان نخس بكل سهوله ونعمل نتائج حلوه قوي. عايزين نستغل كل الخصائص اللي بيمر بيها طقس الصيف علشان تساعدنا على التخسيس والدايت وتفرق معانا في التخسيس. اولا اكتر فايده بتواجهنا وميزه في الصيف موضوع سد الشهيه. لو بتلاحظوا طبعا كلنا اثناء الحر والاجواء اللي بتكون حاره الانسان ما بيكونش عنده شهيه للاكل، ودي اكبر حاجه بتضايقنا في فصل الشتاء. يعني دايما كل الناس بتهرب من التخسيس في الصيف او في الشتاء علشان الشهيه بتكون عاليه. طب احنا جينا لفصل الصيف، طيب الشهيه مقفوله بتحتاج سوائل كتيره قوي، فبالتالي كتر السوائل اللي انت بتشربها على مدار اليوم ده بيؤدي الى سد الشهيه، وطبعا نفسك مسدوده اليوم كله. فدي ميزه نقدر نستخدمها. يعني الناس اللي هي بتعمل برامج صعبه فيها خضروات فيها فواكه فيها نشويات قليله معتمده على السوائل، انسب وقت لتطبيق البرامج دي هي فصل الصيف، فبتجيب معاك نتيجه حلوه. طيب تاني حاجه نقدر نستخدمها في الصيف كميزه هو الضرر للبول وتصريف السوائل كلها. ما احنا كلنا متفقين ان الدهون بتتصرف عن طريق البول والبراز والعرق. طيب فتره الصيف ده طبعا بيحصل ضرر للبول كتير قوي، ناتج عن ان انا بشرب كميه سوائل كتيره فبعوض فقد السوائل ده، فبالتالي كل الدهون اللي في جسمي بتتكسر بتنزل عن طريق البول، فده بيفرق معايا جدا طبعا. يعني انا لو عايز اخس في الصيف الموضوع هيبقى سهل قوي يا جماعه، هيبقى سهل ان ناخد كل الاصناف المتاحه في الصيف. ده غير ان يا جماعه موضوع الصيف الحركه حلوه قوي. انا لما بتحرك على مدار اليوم مع الاجواء الحاره ده بيزود حرق الدهون. انا بلاقي الناس عندي على مستوى العيادات سواء الجبل او الشنك او الخصوص بتخس ارقام حلوه نتيجه للمتابعه ونتيجه للحركه الكتيره. لو بتعمل مشوار او مجهود حركي من 20 30 دقيقه يوميا في فصل الصيف مع قله الاكل مع شرب السوائل الكتيره، ده كله بيفيدك في فصل الصيف. احسن ريش شيبنج بيحصل في الصيف. طيب الحركه سهله، لو عايز تروح الجيم ده بيفيدك قوي في فصل الصيف. طب لو انت بتتحرك وبتمارس نشاط رياضي الصبح في وقت مبكر من اليوم ده بيفيدك في الصيف. انا شايف كل السبل مؤهله ان انت تخس في الصيف بطريقه صحيه وطريقه امنه وطريقه جميله. واهم حاجه موضوع سد الشهيه، الناس كلها بتعاني من الشهيه المفتوحه في الشتاء، استغل الموضوع ده في الصيف. انا بناشد كل الناس اللي بتعمل دايت واقول لهم يا جماعه فتره الصيف هي انسب وقت للتخسيس وانسب وقت نزول الوزن. تقدر في الصيف خلال شهرين 3 شهور الصيف تخس من 20 ل 30 كيلو بطريقه جميله جدا بشيب كويس قوي باقل المجهود باقل الامكانيات. بالاضافه ان احنا عندنا فواكه موسميه جميله جدا في فصل الصيف نقدر نستخدمها لو عايزين نعمل برامج خضروات او فواكه او برامج تعتمد على السوائل. كل ده هيفرق معانا. اختار الوقت المناسب لجسمك. لو ما خسيتش في الصيف الموضوع هيبقى صعب عليك.